اليوم كان افتتاح مهرجان الأدباء الشعبيين العرب الرابع، وكان افتتاح متألق ورائع وجيد، وعكس إبداع الشعراء العراقيين. لذلك طرحنا كريم العراقي هذا الاسم العربي الكبير، وكتبوا الأوبريت بشكل جعل المشاهدين أنه يتضامنون مع الأوبريت ويبكون عن الأوبريت، وفعلا كان ناجح بشكل كبير. نبارك للأشقاء العراقيين هذا الافتتاح الجميل لهذه الاحتفالية بمناسبة المهرجان الرابع للشعر الشعبي. كان افتتاح رائع جدا وأوبريت حلو، أعطانا صراحة فكرة عن حياة الشاعر كريم العراقي. نتمنى التوفيق للأشقاء العراقيين. الشاعر علم من أعلام العراق، فلو كثر الحديث عنه فيكون نقصان من جانبي اتجاه هذا الشاعر العظيم. والحفل الجميل هذا أخذ طابع رجعنا للعراق من الطفولة إلى وقتنا هذا في حياة الطافل، في حياة الشاعر الذي أسردوها الآن على المسرح. وهذا أنت لما تتكلم عن العراق تتكلم عن الثقافة، تتكلم عن العلم. فالعراق من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا زال في عطاء وعطاء في مجال الثقافة. وشعراء العراق ما توفي لهم قد ما قلت عنهم، ومعروفين من عصور. مشاركة قطر ما هي إلا وقوف مع أخوانهم. وتحياتي لك عزيزي الفاضل. طبعا كريم العراقي قامة عراقية كبيرة، وبالتالي الكتاب الكريم العراقي لها خصوصية. ويعني أنا قبل شوية صرحت أنه أنا عندما كتبت هذا الأوبريت أنا بحدود 3 أيام يعني بلياليها أشتغل. بعد ما كملت الأوبريت نقلوني المستشفى، يعني والله نقلوني المستشفى. كريم العراقي كتب أجمل الأغاني بداياته، يعني بداية كتابته للشعر هو انطلق من القمة. كريم العراقي كتب أجمل الأغاني للحزب الشيوعي، وكتب أجمل الأغاني للفقراء والمناضلين والمعوزين في العراق. كريم العراقي كتب للوجدان العراقي وللحب وللغزل وللوطن. وأجمل أجمل أجمل الأناشيد اللي كتبها كريم العراقي يا أم الوفا. كان اليوم افتتاح مهرجان اتحاد شعراء العرب بإدارة الشاعر العراقي جبار فرحان، الدكتور جبار فرحان. ما قدم اليوم بالافتتاح من أوبريت يجسد شخصية وحياة الراحل الكبير كريم العراقي اللي حمل المهرجان اسمه، وهذا شرف كبير للمهرجان طبعا، لأنه المنجز اللي قدم الراحل الباقي كريم العراقي منجز كبير. أشكر العراق الشقيق، عراق القلب. أنا سورية الأصل والهوية، ولكنني أيضا عراقية الهوى. يسعدني بأنني مشارك بهذا المهرجان، مهرجان الدولي للشعراء الشعبيين، وخاصة بأنها دورة الشاعر الكبير كريم العراقي الصديق الذي رحل عنا منذ فترة قليلة. شكرا لهذا التكريم له ولذكر المبدعين. قبل قليل انتهت الجلسة الأولى وهي الجلسة الافتتاحية لمهرجان الشعراء العرب الرابع الذي أقيم على قاعة مسرح الرشيد، ولنا الفخر أن نكون من القائمين على هذا المهرجان مع زملائنا شعراء العراق كافة. شكرا لرؤساء فروع العراق، وشكرا للضيوف العرب الذين حضروا، وشكرا للسادة السفراء العرب، شكرا لمن قام على عمل الجلسة الافتتاحية وهو الأوبريت العراقي الأصيل الذي تجسدت فيه روحية الشاعر كريم العراقي. وارض الأمجاد